في شباب كتير قوي وهم داخلين الكليات العسكرية بعد ما بيكونوا خلصوا الثانوية العامة بيبدأوا يفكروا ان هم يعالجوا بعض المشاكل اللي في جسمهم اللي ممكن تقف قدامهم وبيقدموا في الكليات العسكرية. المشاكل دي زي اول حاجة التثدي، تاني حاجة علاج الندبات او اثار الجروح في الوش او في الجسم، تالت حاجة الاذن البارزة. دول اكتر 3 حاجات بيتطلبوا من كل الشباب اللي داخلين على مرحلة الكلية العسكرية. حقك طبعا ان انت تكون شاب ما فيكش غلطة، بس لازم تبقى فاهم نقطة صغيرة ان انت لازم تيجي قبل التقديم ب6 شهور على الاقل علشان يكون الموضوع تم علاجه تماما، وتكون قدرت تعالج الندبات اللي هتحصل من العملية واستخدمت المراهم، ويكون الجرح ليه اقل اثر ممكن في جسمك اللي في الغالب بيكون مش ظاهر. ما ينفعش تيجي تقولي انا الاسبوع الجاي عندي كشف في الكلية الحربية او كلية الشرطة وعايز تخلص من المشكلة اللي عندي، وحد قالك عليا ان انا هاري بوتر بتاع جراحة التجميل. خلي عندك براح وتعالى قبلها بفترة طويلة، ده احسن لك واضمن لك.